في شركه جمعت حوالي 2 مليار الا ربع دولار من ديزني وعلي بابا وسوني، وقفلت في 6 شهور. اسمها كيوكي، وكان هدفها بسيط: فيديوهات قصيره للموبايل بجوده سينمائيه. الناس كانوا جاهزين؟ لا. التجربه اتجربت؟ لا. كله لا لا. امال عملوا بالفلوس دي كلها ايه؟ اقول لك يا سيدي. الاداره بتاعتهم بشهاده الخبراء كانت ماشيه بثقه زياده عن اللزوم، وكانوا بياخدوا قرارات بدون خطه ولا مرونه اصلا. ده مش استثناء على فكره. حسب جالوب، ودي شركه ابحاث امريكيه شغاله ليها 90 سنه في السوق، بتقول ان 70% من فشل المشاريع بيرجع لاداره سيئه. والحقيقه دي نسبه قليله جدا من وجهه نظري. اللي حصل مع كويبي مش لان فكرتهم فاشله على فكره، لكن لانهم افتكروا انه مجرد انهم ناس تقيله من هوليوود والسيليكون فالي يبقى النجاح مضمون. النجاح مش محتاج تمويل ضخم، النجاح محتاج قياده بتعرف السوق، بتتراجع لما تغلط وبتراجع ارقامها في كل خطوه علشان تطلع لقدام. قول لي بقى في الكومنتات، هل عندك آلية مراجعه تكتشف اخطاء مشروعك، ولا بتكتشفها بعد فوات الاوان؟